السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كلكم بخير وبصحة وسعادة. النهاردة بقى عايزة اخد رأيكم كده. الفيديو ده كله ان انا اخد رأيكم في الالوان، عشان انا بصراحة يعني حيرانة. هعمل كسوة للانتريه. طبعا انا عاملاها، يعني الكنبتين دول بصوا هما كشمير. بصوا معايا، ادي كشمير اهو، اهو كبيرة والصغيرة كشمير. فانا عاوزة استنى اوريكم كمان الكرسيين اهو. فانا عاوزه اعمل، انا عامله بالفعل كسوه لونها رصاصي، الكنبتين رصاصي والكرسيين حطهم كشمير. تمام. فانا عاوزه اعمل كشمير، يعني اخلي مثلا كنبتين كشمير او كرسيين كشمير زي ما هما. وبعد كده ان انا اعمل يعني اعمل ايه، عايزه اعمل كشمير مع لون تاني. مش عارفه بقى اعمل مع لون تاني ازاي. يعني مثلا انا ساعه فانا عايزه اخد رايكم دلوقتي في الالوان اللي هي بتاعه الريسبشن ديت، اللي انا هعمل بقى فيها ايه، الانتريه. تمام. اللي هو الفرش، انا عامله فرش اللي هو كشمير مع رصاصي. عامله الكرسيين دول كشمير والكنبتين رصاصي. فانا عايزه لون تاني، عاوزه اخد طبعا رايكم حبايبي واصحابي اخواتي. عايزه اخد رايكم ان انا اعمل لون تاني مع الكشمير. تمام. انا عندي حته اهي كشمير بصوا، وادي في الستاره حاطه فيها لون طبعا. آه، طبعا الكشمير معروف ان هو هادي، فانا حاطه معاه لون اللي هو مستردة. بصوا، وادي الحيطه التانية بتاعتي اللي هي لونها زي الكافيه كده اهو. فانا بقى مش عارفه اعمل الوان ايه، فعايزه اخد رايكم برضو واكتبوا لي في الكومنتات. يعني اعمل لون ايه مع الفرش؟ لون كشمير مع ايه بقى؟ يعني مستردة، انا مش حابه مستردة بصراحه، بس هيبقى حلو مش عارفه. فحيرانه جدا، وانا عارفه ان انتوا هتنقذوني في الحيره ديت، اخواتي واصحابي ومعايا في القناه. الناس الجديده اهلا وسهلا بيكي، والناس القديمه اللي موجوده في القناه طبعا انا عارفه هتساعدوني ومش هتسيبوني كده حيرانه. عشان خلاص عايزه اروح ان شاء الله، ان انا اروح عند الترزي ويجي بقى ياخد لي المقاسات، وان انا بقى ايه اعمل الفرش دوت باذن الله. فانا عايزه اقول له بقى على الالوان عشان ما يلاقينيش كده حيرانه ومتردده. فانا عاوزه ان انا يبقى فيه لونين كده هوت على طول اقول له عليه. فانا عايزاكم تساعدوني اخواتي وحبايبي كده في الكومنتات، قولي لي اعمل لون كشمير مع لون ايه تاني. تمام. يعني انا مثلا، او ممكن ما اعملش كشمير، ممكن اعمل بس كافيه هيتبهدل على طول، ابيض هيتبهدل لما الضيوف يجوا عندي. انا ما عنديش هلك دلوقتي آه، بس فممكن الاطفال لو جم ولا حاجه، ضيوف عندي ولا حاجه يبهدلوا الدنيا على طول فهيتبهدل. انا لما شفته عند واحده جارتي اللي هو الفرش دوت عجبني، القماشه بتاعته خشنه كده. وكمان شفته عند جارتي عجبني قوي، بس اللون كان لون غامق، اللي هو لون اللي هو فراني دوت كان حلو جدا. يعني بجد اكنه زي الانتريه اللي هو الجاهز وكده، اكنك مش عامله له فرش، يعني فاهمني. بس فانا بقى قلت اعمل الفيديو ده عشان خاطر اخد رايكم، اراء المتابعين بتوعي حبايبي. وانا عارفه ان انتوا هتقولي في الكومنتات، حتى لو انت حيرانه معايا قولي لي برضه حيرانه لا الوان لا عايزه التفكير شويه. تمام. فانا ممكن اعمله برضه، افتكرت الساعه عشان الساعه لونها جولد، او هي كده لونها جولد على فكره، هي جايه في الكاميرا لونها عامله زي مستردة، لا هي لونها جولد. مش عارفه بصراحه. يعني بصوا المفرش ده، المفرش اللي هو الكروشيه اللي انا عاملاه بخيط المكرميه، بصوا عاملاه ازاي.
عاملاه كشمير مع رصاصي، نفس الفرش اللي كان عندي لما جالي اونلاين. آه واحدة جت قاست لي وكده وعملته، بس ما عجبنيش ان هو بيخش جوه الفرش. بصوا ازاي كده بيخش جوه الفرش خالص خالص، يعني بجد ما حاسه ان هو هيوسع الانتريه. فانا هعمل ان شاء الله المره دي على قده. يعني بصوا كده، ادي الانتريه اهو، من الحروف بقى ومن تحت كده اهو بفضل ادخل جامد عشان خاطر ان يخش ويتظبط وما يتبهدلش لو في ضيوف جم ولا حاجه. فانا بحيث عاوزه حاجه تبقى على قد الفرش، فانا هطلب من الترزي ان شاء الله لما يجي ياخد المقاسات ان هو يبقى قده بالظبط. فاهميني؟ بس وعايزه رايكم لايكات كتيره عشان يوصل لجميع الناس كده ويخشوا معايا في الآراء إن شاء الله. وكل ما تحطوا لايكات أكتر كل ما يتبعت لناس أكتر الفيديو ويقولوا رأيهم، وتكبر عيلتنا إن شاء الله، عيلتي التانية وطبعا منوريني والناس الجديدة. شكرا وأهلا وسهلا بيكي يا قمر. بس مستنية كومنتاتكم يا اخواتي وأصحابي. اهو الصورة التانية اهي، واسيبكم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، باي.